السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم راني جبت لكم موضوع خطير بزاف، صدقوني ماشي عادي نهار كامل نسكتوا عليه. الموضوع على حلوى تاع الأطفال، المصاصة أو الكوجاكا كما اللي نشريوها عادي من الحانوت واللي يفرحوا بيها الأطفال الصغار. بصح المفاجأة وين؟ كي تشوفها مليح تلقى داخلها دبوس ولا إبرة، يعني حاجة المفروض تكون للطفل باش يفرح، ولات حاجة تقدر تدي روح طفل لا قدر الله. لهذا راني درت هذا الفيديو باش نوصل الرسالة للناس كامل. لازم تردوا بالكم وماشي كلش نلقاوها في الحانوت راهو آمن. شوفوا معايا مليح المصاصة هذه من بعيد شكلها يبان عادي بزاف، لونها عادي والعصا تاعها عادية، يعني طفل يديها ويبدأ ياكل فيها وهو فرحان. بصح كي تقرب تشوف مليح ولا تفتحها تلقى إبرة داخل وسط الحلوى، وهذه راهي المشكلة الكبيرة. واش يقدر يصرى للطفل لا سمح الله؟ يتجرح في فمه خاطر طفل صغير ما يعرفش، وممكن الإبرة تقطع له لسانه ولا لثته، يبلعها بدون ما يحس، وهنا الخطر يكون أكبر. الإبرة تقدر تدير له اختناق ولا تروح للمعدة ولا حتى تدخل له في الحلق وتسبب نزيف داخلي ولا عملية جراحية، ربي يستر. خطر أكبر على الأطفال الصغار بزاف، خصوصا اللي عندهم 3 سنين 4 سنين ولا حتى أقل. هذو ما يقدروش يعبروا واش راح يصرى لهم، ممكن حتى يبلعها وما يفيقوش بيه. هذه ماشي صدفة، خاطر الإبرة ما تدخلش وحدها في الكوجاكا. يعني يا إما المصنع راهو فاسد، يا إما كاين واحد راهو يحوس يدير الشر، يا إما تخزين كارثي ومراقبة منعدمة. في كل الحالات الأطفال ما لازمش يخلصوا الثمن. واش لازم تديروا إذا شفتوا كيما هكا؟ أي واحد يلقى مصاصة ولا أي حلوى فيها حاجة غريبة، ما تخلي حتى طفل يقربها، صورها بالفيديو والصورة، شوف مين شريتها واحتفظ بالعلبة إذا كانت موجودة، والأهم بلغ الجهات المختصة، حماية المستهلك ولا مصالح التجارة ولا حتى الشرطة، باش ما تتعاودش مع طفل آخر. رسالة للأمهات والآباء: يا جماعة الخير، رانا نعرفوا باللي طفل كي يطلب المصاصة تبدأ تقول خلاص ماشي مشكل، بصح اليوم لازم نفهموا باللي حتى المصاصة ولا تتخوف. ردوا بالكم على الحلويات اللي بلا ماركة والحلويات الرخيصة بزاف، أي حاجة شكلها ماشي مليح ولا جاية من مصدر مجهول. وفي الأخير الموضوع هذا لازم يوصل للناس كامل، خاطر راهو ماشي غير فيديو، راهي حياة أطفال. أي واحد عنده صغار في الدار لازم يفيق ويرد باله. وإذا عجبكم الفيديو حبيتوا توصلوا التحذير للناس كامل، ديروا لايك وبرتاجيوا الفيديو وكتبونا في التعليقات صارت لكم حاجة كيما هذه من قبل ولا لا، ولا شفتوها في حانوت. ربي يحفظ أولادنا كامل ويبعد عليهم الشر.